السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. مع اقتراب الحسم هناك سؤال واحد يتردد الآن في كل بيت جزائري: لماذا تأخر الإعلان عن نتائج بكالوريا 2026 حتى هذه اللحظة؟ وما الذي يحدث خلف الأبواب المغلقة في وزارة التربية الوطنية؟ وهل يعقل أن عملية تصحيح الأوراق لم تنتهي بعد، أم أن هناك كواليس أخرى لا نعرفها؟ في هذا اللقاء سنكشف معا الحقيقة الكاملة، وسنزيح الستار عن الخطوات السرية والمعقدة التي تمر بها أوراقكم بعد أن يضع الأساتذة أقلامهم، لتعرفوا بدقة متى وكيف ستصدر النتائج الرسمية. الوهم مقابل الواقع. يعتقد الكثير من التلاميذ والأولياء أن انتهاء الأستاذ من التصحيح ورقة الإجابة هذا يعني تلقائيا جاهزية النتيجة لرفعها على الموقع، ولكن في الواقع نهاية التصحيح هي مجرد الضوء الأخضر لبداية سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات الإدارية والتقنية الصارمة. الوزارة تدرك تماما أن الخطأ في نقطة واحدة قد يعصف بمستقبل طالب قضى حياته يطمح لتخصص معين، ولذلك فإن الاستعجال ممنوع تماما في هذه المرحلة. خلف كواليس التدقيق الرقمي والمراجعة في هذه الأوقات تشتغل لجان مختصة على مدار الساعة في مهام متعددة ومتوازنة. أولا، التحقق الشامل: التأكد من عدم ترك أي ورقة إجابة دون تصحيح أو معلقة لأي سبب كان. اثنين، المطابقة المزدوجة: مراجعة النقاط المكتوبة يدويا على الأوراق ومقارنتها بالبيانات التي تم إدخالها بالنظام الإلكتروني، وذلك لضمان عدم حدوث أي خطأ بشري أثناء الرقمنة. ثالثا، الحساب الآلي الدقيق: تجميع النقاط وحساب المعدلات النهائية إلكترونيا، لأن أي خلل بسيط في الجمع قد يظلم مترشحا أو يغير ترتيبه الوطني. إذن المصادقة قبل الإعلان: بعد استخراج القوائم النهائية الممحصة ترفع مباشرة إلى الجهات العليا للمصادقة الرسمية والنهائية، لضمان أن تكون كل نتيجة عادلة وتمنح كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان. وهذا يفسر لكم الفجوة الزمنية التي ترونها كل سنة بين نهاية التصحيح وصدور النتائج. إذن ما حقيقة تاريخ 13 جويلية؟ تروج حاليا عبر منصات التواصل الاجتماعي أخبار تؤكد أن موعد ظهور نتائج شهادة البكالوريا ستكون يوم 13 جويلية على الساعة 10 صباحا. كصناع محتوى نتحرى الدقة. أقول لكم هذا التاريخ ليس رسميا بنسبة 100%. نعم، هو موعد متداول بشدة، لكنه يظل قابلا للتغيير والتقديم أو التأخير بناء على سرعة انتهاء عملية التدقيق والمصادقة التي ذكرتها لكم. الخطأ التقني غير مسموح به، والوزارة لن تغامر بالإعلان عن الموعد حتى تتأكد كليا. نصيحتي لكم في هذه الساعات الحاسمة هي الالتزام بالهدوء وتجنب الانسياق وراء الصفحات التي تبحث عن التفاؤل بإنتاج أخبار مغلوطة. أتمنى من أعماق قلبي النجاح والتوفيق لكل مترشح بكالوريا 2026، وأن يقر الله أعين أهاليكم بمعدلات تفتح لكم أبواب التخصصات التي تحلمون بها. لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، لأننا سنكون أول من ينشر لكم الرابط والبيان الرسمي فور صدوره مباشرة من وزارة التربية والتعليم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.